لما تبقى حميرتي حصاوي ومركوب وطول الوقت قاعد هس في مكانك وفي توقيت معين يتقالك شي يا حميرتي، فتقوم ترفض اهل السودان في الفاشر، يا فاشر يا فاشر يا داعر. طبعا اللي بيحصل في السودان ده محدش هيجيب سيرته من اخواننا البعدة ببساطه كده، عشان مفيش حركه سماح في الموضوع. ايوه سماح الاخوانيه، علشان اللي بيحصل في الفاشر السودانيه جريمه حرب مكتمله الاركان، واللي بيقودها تاجر الجمال اللي عايز يشيل الجمل بما حمل من بعد ما حمل من اللي مشغلينه المرتزق حميرتي، يعني حميرتي وشغال بتاع جمال مجمع اللي موفق مصر يتركب باي طريقه، يا حمار يا جمل. حميرتي اللي باع نفسه موارد بلاده وارضها للاجانب اصحاب المصالح، لا وطالع عامل فيديو بقى ومش همه بقى وعمال يخبط بقى. اوعى تكون فاكر يا ولا يا حميرتي يا بوديلين ان انت ممكن توجه حاجه حتى لو من بعيد لمصر. الوقوف في وش مصر ده انتحار لوحده، يعني تخيل نفسك كده حمار ومنتحر، يعني ملوش ثمن ولا فايده، اخرك هتترمي في سيرك محاسن الحلو هنا عندنا والاسود والنمور ياكلوا منك، ده لو ما قرفوش، لانك لا ليك فايده ولا ليك طعم ولا ليك انتصار ولا ليك مستقبل. اللي يلعب ضد مصر يخسر يا حميرتي. كانت مهمه جدا ومسكتنا كتير، ودي اسمعوا منين الان، قبل كده بيقولوها الناس الاخرين، لكن اسمعوا منين الان. احنا اي طياره تقوم من اي مطار من دوله مجاوره، معلش عيد السؤال تاني، هو مش ده السؤال ده ولا بيقول ايه؟ اي طياره تسقط تضرب تقتل اي مسيره تقوم من اي مطار، احنا بالنسبه لنا هدف مشروع. هو الراجل ده بيتغرغر ولا بيتمضمض؟ بيقول ايه؟ اي طياره تسقط تضرب تقتل اي مسيره تقوم من اي مطار، احنا بالنسبه لنا هدف مشروع. يلا يا عم اتمشى يا عم، احنا ناقصين لبخه في الكلام. يقول لك الطياره راح هتضرب وهنقعد نضرب في الطياره، واي طياره هتطلع هنضربها هي واولاد ابو اسماعيل. ناقصين لبخه احنا في الكلام. الهدري اني مهاري ادي طياره انا هو اللي بتريتلا ان بونا هنشوف عليه ونقول له بيخي ناوي نام تروح من الهالو. اي طياره هتطلع من اي مطار يقول لي الهاسي تؤمر بحاجه ثانيه يا سيدي. هو رافع ايه قبل ما يقول البقين دول؟ ومطار ايه اللي هيضربه حميرتي؟ مطار ايه؟ هو هتضربه بايه؟ بدكه لباسك ده اذا كنت لابس اصلا. طب ما تيجوا نحكي الحكايه من اولها. اصل اللي حصل في الفاشر ده مش صدفه، ده فيلم قديم قوي بدا من اول ما حميرتي كان بيرعى الجمال بين ليبيا ومصر وتشاد والسودان. يعني الراجل حرفيا بدا حياته راعي الجمال وخلصها راعي ميليشيات. والراجل ده طبعا اصله مش سوداني، لا ولا لب سوبر ولا حمص الشام ولا الافيهات دي خالص. الراجل ده فعلا بلده مش السودان، الراجل ده من تشاد، نزح في الثمانينات على دارفور، مع ان ده المفروض ينزحوه مش هو اللي ينزح، لانه شبه البلاوي اللي بتبقى في الصرف الصحي. الناس في دارفور كانوا طيبين قوي يا خال، قالوا له اتفضل يا ابن الناس، وادوه ارض ساعتها اسمها دوجي وسماها هو ام القرى. على امك يا شيخ، يعني حتى الارض اللي ادوها له غير اسمها. بكره يغير اسم كوكب الارض ويسميه كوكب الشرق. خد الارض وغير اسمها وكانه بيعمل اعلان تسويقي. كبر بقى شويه فساب الرعي بتاع الجمال، او ممكن تكون الجمال قرفت من ريحته ومسك بعدها سلاح وقال لك انا هبقى قائد الجنجويد. ايه يا عم هتبقى قائد ليه؟ قال لك عشان في قافله من قرايبه هجموا عليها وسرقوا منها 3000 جمل. هنا بقى كانت خيبه الامل في ال 3000 جمل. يعني تخيل الحرب كلها بدات عشان الجمال، وبعدها الدنيا ولعت بقى بين العرب وغير العرب، والجيش السوداني دخل اللعبه مع الاخوان. طيب تركوا بمصيبه، في كل مصيبه بتلاقيهم كل واحد ساعتها كان بيشوف مصلحته، وقال لك بقى ندي الشباب سلاح ونشوف اخرتها ايه. ومن هنا بقى طلعوا الجنجويد اللي بقى اسمها بعدين قوات الدعم السريع. الاسم بس اللي سريع انما البلاوي تقيله. البشير ساعتها شاف حميرتي قال لك ايه ده واد لعيب، خليه بقى الحارس الشخصي بتاعي. بس طبعا الحارس الشخصي طلع طموح، كل شويه ياخد خطوه لقدام، يتسحب وياخد خطوه لقدام، فبقى عميد وبعدين تاجر ذهب وبعدها بقى ملياردير، والنهارده عامل دوله لوحده، دوله غرب السودان. امك مش لابسه فستان، ودي على الحدود مع مصر وليبيا وتشاد. وطبعا هو ممول رسمي من دوله شفيقه. النهارده الفاشر وقعت والناس هناك محاصرين، لا اكل ولا علاج ولا مدارس، والمستشفيات اتضربت. وده كله عشان حميرتي يعمل نفسه رئيس دولة جديدة اشمعنى الجولاني. يعني الراجل بدأ راعي عايز يخلص يبقى حاكم، من تشاد لدارفور، من الجمال للذهب، ومن الجنجويد للدولة. بس هو ناسي ان اللي بيتبني على دم عمره ما بيورث غير خراب. والله يا حميرتي انت خريان مدريان، الخيبة لا تكون امك جابت منك حمارين. الله يرحم علقة المثلث الحدودي يا هلا، ولا انت نسيت العضة اللي في طيبة قلبك؟ هتبان ازاي؟ اهي شبه وشك. انا عايز اقول حاجة،
اي زول همرتاوي سوداني يجرب من الهت الاحمر الله العظيم هنكون مقرقشين العدمايه بتاعت طيبه قلب. عادش غير بتوع قوات التبن السريع. ما هو اللي زيك ويخش معركه زي كده لازم يكون واخد برشام منع الحمل. انت مش متخيل عدد الجنين الجحشي اللي هيبقى في بطنك في عدده قد ايه. ايه اللي في بطنك ده اكيد مش حبل سري، ده اكيد الحبل اللي بيشدوك منه اللي بيشغلوه، اللي في توقيت معين قالوا لك اطلع نهق وما تقلقش الخرفان هتبقى وراك. يبقى الحمار بينهق والخرفان وراه بتمقمق. ومصر بتحضر لافتتاح المتحف. عادي هنعتبرها موسيقى تصويريه مش مشكله، هي حيوانيه. احنا خلاص زهقنا من النباتيه. هو كل حمار عايز يطلع ترند بالبردعه بتاعته يجيب سيره مصر. احنا هنلاقيها من جله الحمير ولا من زبل الخرفان. لا وعجبني قوي مقوله نقيب الفلاحين بتاعنا قال لك ايه؟ يقول لك قضاء الوقت مع الحمير بيحسن الحاله النفسيه والحاله الصحيه وليه فوائد كتير علاجيه. وانا عشان كده بصراحه انا محتاج اقعد مع حميرتي شويه. مزاجي مش رايق. المشكله بقى الفيديوهات اللي عماله تتعرض على السوشيال ميديا دي مفيش جديد. فيديوهات الفاشر هي فيديوهات الساحل السوري، هي فيديوهات الدروز، هي فيديوهات كرداسه اللي كانت عندنا في مصر ساعه الثوره. بتتبدل الاماكن وتبقى المشكله هي المشكله واحده، ثقافه الشعوب. علشان كده انا الحمد لله رهاني كله على الجيش. جيش وشرطه مصر هم اللي حموها من المصير الاسود ده، لان اللي بيراهن على ثقافه بعض الشعب بيخسر بيلبس، خصوصا الشعوب زي اللي عند حالاتنا كده اللي هم حلفان بيجيبهم وحلفان يوديهم. الغريبه بقى والمفاجاه في كل مواقع التواصل دلوقتي ودي حاجه مأساويه انك تلاقي فيديوهات زي كده فيها ابشع الجرايم عادي ما بتتحذرش ما بيشيلوهاش. اظن بتهيألي الرساله واضحه. صعود مصر على الخريطه وانجازاتها الفتره اللي فاتت دي ده غير احتفال المتحف الكبير اللي جاي خلى لعنه الفراعنه عامله شغل جامد قوي مسحت لهم دماغهم. ده لو في دماغ. احلى حاجه ان اللي ماسكين حبال وعارفين يحركوا العرايس دي كلها عرفوا يختاروا الحيوانات اللي بيروضوها، الحميرتي والخرفانيرتي. دمتم مركوبين شيروها له.